انا في الفيديو ده هعلمك ازاي تعمل زوم ان وزوم اوت على كاب كات بي سي، وكمان هعلمك ازاي تعمل ماجنيفاير عليه عشان تخلي الفيديو بتاعك شكله كويس. طيب بص يا صاحبي، انا دلوقتي عندي فيديو معمول له سكرين ريكورد، عايز اعمل له زوم ان وزوم اوت. حلو، او انت ممكن تستخدم اي فيديو انت عايزه. هقوم شادد زي ما انت شايف، هشد الفيديو لتحت هيظهر لي ايه في التايم لاين. تمام، انا دلوقتي عايز اشوف الحته بالظبط اللي انا عايز اعمل لها ايه تكبير. انا بالنسبه لي عايز اعمل الجزء ده كده، لما الماوس يجي ناحيه السبسكرايب عايز اعمل له ايه زي هنا بالظبط كده، عايز اعمل له ايه ان هو يعمل زوم ان. فهاجي مثلا هنا اهو، هحط بقى ايه كي فريم على السكيل، وهحط كي فريم تاني على البوزيشن. بعد كده هعد 10 فريمات بالظبط من الكي فريم دي، تمام، بالسهم اليمين زي ما انت شايف انا مشيت ايه 10 فريمات. هحط كي فريم تانية على السكيل وكي فريم تانية على البوزيشن، وهبتدي ان انا اقرب زي ما انت شايف الفيديو بيتقرب اهو. اعمله مثلا 160 كويس جدا، تمام. وبعد كده هشد بالماوس الفيديو على الحته اللي انا هكبرها. انا هعمل تكبير على الجزء بتاع السبسكرايب، عملت الايه زوم ان. طيب احنا عايزين بقى نعمل الماجنيفاي ان السبسكرايب يظهر كده لقدام. وخلي بالك، خليك معايا لاخر الفيديو ان انا هقول لك حاجه كده بونص هتحلي الفيديو بتاعك جدا. تمام، دلوقتي انا عايز اعمل بقى الماجنيفاي، فاعمل ايه؟ هقوم شادد الفيديو لفوق، فهيعمل لي ايه 2 لاير. واوعى تغلط ان انت تمسح الكي فريمز دي عشان هتبوظ منك. تمام، فدلوقتي انا كل اللي انا هعمله هدوس في عشان اخفي اللير اللي تحت، هكبس على اللير اللي فوق، هروح ناحيه الماسك زي ما انت شايف جنب البيزك اهي، هختار التاني، هتلاقي عمل لك الايه الشكل ده. هتبتدي ان انت تظبطها بالظبط على المكان اللي انت عايز تكبر. خلاص، انا بالنسبه لي عايز اكبر، انا شايفها كبيره قوي فانا هصغرها شويه. ممكن مثلا نخليها بالحجم ده. دلوقتي انت اخترت الماسك اللي انت عايزه، خلاص هتضغط على بيزك، هتلاقي معمول لك لاير لوحده للمكان اللي انت عايز تعمل له ماجنيفاي. خلاص، هنرجع اللاير اللي تحت، هضغط على في. وبعد كده انا قلت ان انا عايز اعمل لها ماجنيفاي من الحته دي هنا بالظبط كده، يعني كويس قوي يعني. هنا كويس جدا. هقوم عامل نفس الكي فريم اللي انت عملتها، هحط كي فريم على السكيل وكي فريم على البوزيشن. وبعد كده هعد 5 فريمات، 1 2 3 4 5. وبعد كده هقوم هكبرها زياده بقى اهو، زي ما انت شايف كبرت اهي، ابتدت تكبر وايه وتبقى حلوه. انت طبعا ممكن تظبط الماسك احسن مني، بس ده بس الهدف الشرح مش اكتر. انا مثلا هنا انا شايف هنا كويس جدا، حلو الكلام. انا دلوقتي هكبرها، هعملها بالمنظر ده. لما نيجي بقى نعيد الفيديو، لان انا عامل زوم ان بعد كده راحت ايه خرجت لبره، عايز اعمل بقى زوم اوت، هاجي في الاخر خالص تخلص مثلا الحته اللي انت بالظبط عايز تعمل لها زوم اوت، وبعد كده تقوم ضاغط على اللاير اللي فوق، هتضغط على سكيل وهتضغط على البوزيشن، وهتعد 5 فريمات برضه، 1 2 3 4 5. هترجع دي ل100، وهتعمل دي اللي هو البوزيشن اكس لزيرو والبوزيشن واي لزيرو. وبالنسبه للي تحت بقى، اللاير اللي تحت هتعمل له نفس القصه هي بالظبط، بس لازم تمشي مع اللاير اللي فوق. خلي بالك يعني الكي فريمز دي لازم انت تمشي معاه. فهاجي عند الكي فريمز اللي هي قبل الاخيره، هحط كي فريم، وبعد كده هاجي اللي هو الكي فريم اللي هي الاخيره خالص، وهعمل برضو كي فريم على السكيل وعلى البوزيشن. تمام، ما تنساش طبعا تعمل على السكيل والبوزيشن عشان دي ممكن تعكلك الدنيا عن الاخر يعني. هتيجي في الاخر وهتعمل نفس القصه 100، تعمل دي 100 ودي 0 ودي 0، هتلاقي انها رجعت زي الاول بالظبط. شوفها معايا اهو، زوم ان، بعد كده كبرت، بعد كده زوم اوت. طيب دلوقتي انت خلصت الزوم ان والزوم اوت وكله تمام. ايه هو بقى البونus ستيب اللي انا هديها لك بقى؟ دلوقتي احنا عايزين زي تظليل كده من الخلفيه عشان تبقى شكلها افضل واحسن. خلاص، فهتضغط على اللاير اللي تحت اللي هو بقى الباك جراوند بتاعنا، وتبتدي ان انت تحط كي فريم عند الاوباسيتي. خلاص، وخلي بالك لازم الكي فريم بتاعت الاوباسيتي تمشي مع الكي فريم اللي فوق اللي انت عاملها عشان الماسك. خلاص، هتيجي فيه اهو، انا عملت هنا كي فريم. طيب بعد ما عملنا الكي فريم اللي هو الاولانيه خالص، خلاص هعمل كي فريم تانية اهو. ما تنساش ان انت تضغط على اللاير اللي تحت. تمام، هعمل كي فريم تانية، وهبتدي ان انا اقلل، انا مثلا هقللها ل 40 مثلا، كويس اوي 40. خلاص، وما تنساش ان الكي فريم لازم تمشي مع الحته اللي انت عايز تعمل عليها تظليل. يعني انت دلوقتي عملنا تظليل، دي الكي فريمز بتاعت الماسك اللي انت عملتها اللي هو التكبير دي، زي ما اتفقنا.
فلازم الكي فريم اللي تحت تمشي معاه. خلاص، فدلوقتي احنا عملنا ده خلاص، فهنيجي هنا نتفرج على اللي احنا عملناه. زي ما انت شايف بقى في تظليل كده من فوق، شكلها لطيف جدا. خلينا ارجع لك من الاول وتشوفها من الاول. بعد كده عملت زوم ان، عملت ماجنيفاي، وبقى في جزء كده مظلل ورا لو خدت بالك، كان يعني ادت للموضوع جمالي. طبعا زي ما انت شايف احنا لسه ما عملناش الجزء الاخير، هنيجي نفس القصه تتعمل. هتيجي هنا تضغط على اللير اللي تحت، تضغط اوباسيتي، بعد كده تشوف الكي فريم الاخيره فين، تعمل كي فريم تاني للاوباسيتي، وتبتدي ان انت ترجعها من الاول. طيب هتيجي تشوف اللي انت عملته دلوقتي. خلاص تعال نشوفه مع بعض. هتلاقي ان في زوم ان، عملت ماجنيفاي، وزي ما انت شايف الخلفيه كده اسودت شويه، وبعد كده رجعت مكانها تاني. فلو انت عجبك الفيديو يا ريت ان انت تشترك وتعمل لي سبسكرايب. انا عاصم، ان شاء الله هحطي لك 100 افكت ان شاء الله في 100 يوم على كاب كات بي سي. فاتمنى ان انت تكون استفدت من الفيديو، وقول لي اي سؤال انت عايز تسالهوني في الكومنتات تحت. وشكرا.